السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نعمل فتة الشاورما السوري، حاجة كده تحفة ومناسبة كده للحر اللي احنا فيه، خفيفة فعلا على المعدة وطريقتها سهلة جدا. وأقول لكم ازاي نقدر نعمل صوص التومية بطريقة سهلة. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. وعايزة أقول لكم ما خدتش وقت معايا خالص. بسم الله ما شاء الله، جميلة. واقول لكم كده ازاي صوص التوميه يطلع حلو معانا. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا معايا نص كيلو من صدور الفراخ. طبعا غسلتها غسله كويسه ونقعتها في الملح والخل والليمون الاول وشطفتها، وهنا هقطعها بقى ايه شرايح كده بالطول زي ما انتم شايفين. عندك صدر كامل مفيش مشكله، عندك صدور بانيه كده تمام مفيش مشكله. تمام. عندك وراك وعايزه تخليها تمام مفيش اي مشكله خالص. المهم هنقطعها بالشكل دوت شرايح كده رفيعه. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وننزل كده في التعليقات ونصلي على النبي. واهم حاجه نحط اللايك هو اللي يرفع الفيديو. هنا انا جبت بوله وحطيت عليها بقى صدور الفراخ، والتوابل بتاعتي عباره عن فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، كركم، كاري، جنزبيل، ملح، كمون. تمام. يبقى فلفل اسمر، ملح، كاري، كركم، شطه، جنزبيل، ايه تاني، توم باودر، بصل باودر. تمام كده. وهحط كده معلقتين كبار من الخل، واعصر كده ليمونتين كبار عليها. تمام كده. هقولك كمان على التوابل تاني: ملح وفلفل وكمون وشطة وكركم وكاري وجنزبيل ورشة صغيرة من الجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر. تمام كده. وهنعصر بقى ليمونتين، وحطيت معلقتين خل، واحط كده ايه معلقتين كبار من الزبادي. تمام. ما عندكيش زبادي تقدري تستبدليه يعني بربع كوبايه من اللبن. واقلب كل الكلام ده مع بعضه، وهنزل كده ايه بمعلقتين كبار من الزيت، وهسيبها كده في التلاجة في التتبيله دهيت من ساعه لساعتين. تمام كده. اهم حاجه نسيبها في التتبيله شويه كده من ساعه لساعتين عشان تاخد طعم ايه كويس. ويستحسن ويفضل كمان تكون من بالليل. كده بقى احطها في التلاجة واسيبها ايه في التتبيله. ونسيت بقى اقول لكم كمان هنحط لها ايه نص معلقه من التوم المفروم كده تديها ريحه حلوه. انا كده كده حاطه لها ايه توم باودر، بس عشان ده توم فريش بقى كده يديله ايه ريحه حلوه كويس. ما تنسيش بقى تحط اللايك. هبدأ بقى كده وهي في التتبيله اسيبها على ما تتبل. هعمل بقى صوص التوميه. جبت نص كوبايه من الميه وهحط عليهم معلقه ونص من النشا وهدوبهم. تمام كده. يبقى نص كوبايه من الميه عليهم معلقه ونص من النشا، وهفضل كده ادوبهم. وهجيب بقى ايه كسرونه او طاسه كده، وهحطها على النار وهشكلها كده كأني بعمل مهلبية بالظبط لحد ما القوام بتاعها يتقل. وهقول لكم هنعمل فيها ايه. تمام كده. كده خلاص انا حطيتها على النار شكلت اهي بقى لونها فاتح كده عامل زي الفوزلين. هسيبها كده على جنب تبرد شوية. وهبدأ كده اجيب الخلاط واحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومع كوباية من الزبادي. واحط كده ايه ممكن نستبدل الزبادي ده بنص كوباية من اللبن. تمام. وهنحط رشة ملح، واحط كده معلقتين كبار من الزيت، واحط ليمونه كبيره كده اعصرها. يبقى انا كده حطيت معلقه توم على علبه زبادي على معلقتين من الزيت على ليمونه كبيره ورشه ملح كوبايه زبادي، وهنا حطيت ايه معلقتين من الميه. هنزل بقى كده ايه بخليط النشا اللي انا سويته على النار دوت في قلبيهم. عايزه اقول لك هتاكلي احلى صوص توميه احلى من اللي بيتباع بره كمان. تكفى اللي انت عاملاه بايدك الحلوه ده. تمام كده. هبدأ بقى ايه اضربهم كده بالبلندر او في الخلاط لحد ما القوام بتاعها يتقل. انا مش عايزه القوام يتقل قوي، لان كده كده لما بيتحط في التلاجة بيجمد، النشا بيربط فبيجمد.
تمام كده. هفضل كده لحد ما القوام احس اللي هو بيتقل معايا، واقوم ايه مبطله ضرب فيها. هي كده كانت خلاص. شايفين السمك بتاعها؟ السمك بتاعها ولا هو تقيل ولا هو خفيف، لان هو لسه هيتقل تاني. كده بقى انا فضيته. هبدأ بقى اجيب العيش الشامي واقطعه كده بالمقص. والوصفة دي يا جماعة ما ينفعش فيها العيش البلدي، لازم يكون عيش شامي. تمام كده. وهبدأ كده اقطعه بالمقص كده عشان يبقى شكله حلو. لو قطعتيه بايديكي كده الصراحة يبقى شكله مش لطيف. تمام. وهنا بقى انا كنت مسخنه زيت على النار، وهبدأ بقى ايه احمره. حابه تحطيه في الفرن يتحمص تمام مفيش مشكله، بس الصراحه المتحمر في الوصفه ديت بيتخلي ايه طعمها احلى. تمام كده. هنا بقى كان الزيت سخن، وهبدأ بقى ايه احط شويه بشويه، ومش عايزه اخليه لونه يغمق خالص في الزيت، لان انت لما بتطلعيه السخونيه بتكمل سوا فبيغمق شويه. فانا عايزه اطلعه وهو لونه ايه فاتح. واهم حاجه في ده كله يكون الزيت مش مطرحه اي حاجه، يكون اول استخدام ليه، عشان العيش بيبقى لونه فاتح ما يغمقش معاكي من لون ايه الزيت مكان قلية اي حاجه. تمام كده. عايزه بقى تعليق حلو كده منك ومنشن لاصحابك، ونعمل شير على قد ما نقدر على قد ما نقدر كده عشان الريتش بتاع القناه واقع. هبدأ بقى كده احمر كله بنفس الطريقه. خلاص كده تمام. هنا بقى هنجيب حله او طاسه كبيره كده، وهنزل كده بمعلقه زيت كبيره على معلقه من الزبده كبيره. وابدا بقى ايه اعمل الرز. هنا حطيت معلقه من الكركم، معلقه كبيره، ومكعب ماجي، واحط كده رشه من الفلفل الاسمر، واحط رشه خفيفه كده من القرفه. وابدا كده اقلب كل الكلام ده. انا عايزه بقى البهارات كده مع السمنه تطلع كده ريحتها كده. عايزه اقول لكم الريحه كانت قلبه البيت كله. واحط كده كام ورقه من الورق اللورا. عايزه تحطي حبهان تمام حطي، بس انا الصراحه ولادي حارميني ان انا احط الحبهان. هنا انا بخلي بس التوابل كده تدي ريحه كده مع الزيت والسمنه. وكنت في الوقت طبعا دوت انا كنت نقع الرز. اهم حاجه الرز البسمتي بيتنقع لمده ساعه، تغسليه كويس قصدي نص ساعه، وبتغسليه كده وتنقعيه لمده نص ساعه. كده بقى انت بقى صفيته من الميه، وهنزل بقى ايه على التتبيله بالسمنه اللي انا عملتها دي كده. وابدا كده اشوحها تشويحه كويسه لحد ما تشرب الميه بتاعتها. واحط لها بقى اظبط لها الملح. هي كده خلاص اتشوحت، وهنزل عليها بالميه السخنه. واهم حاجه تنزلي بالميه السخنه عشان ايه ما يعجنش منك، ده يفضل يعني. وهنغطيها عادي كده بالميه بمقدار صابع. واول بقى ايه ما تتشرب كده نبقى نوطي ايه عليها كده. نقلتها الناحيه التانية عشان اعمل معاكم بقى الشاورما. هنا بقى انا جبت جريلا. اول بقى ما تسخن كده هنزل عليها ايه بالشاورما. طبعا الشاورما دي مش محتاجه تحط لها ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. انا حاطه لها كده كده معلقتين من الزيت ومتتبله كلها، فمش هتحط لها اي حاجه خالص. واهم حاجه تكون الطاسه سخنه كده، وافردها عليها كده بالشكل ده عشان تشرب ميتها، تاخد صدمه من الناحيه التانية، وابدا ايه اقلبها على الناحيه التانية. تمام كده. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كده بقى انا قلبتها على الناحيه التانية. وهبدأ كده قطعت بصل جوانح مع فلفل رومي وفلفل سبايسي، وهنزل كده عليهم يا دوبك. بس هي كده اعتبر الفراخ قربت تستوي. اول ما الخضار ده كده يدبل يبقى هي كده خلاص استوت معايا. عايزه اقول لكم يعني مفيش اسهل من كده اكله، وفي نفس الوقت مناسبه للحر بتاع الصيف ده كده. مش طبيخ بقى كده ويعمل حموضه، لا بالعكس اكله خفيفه وجميله. والولاد بيحبوا الاكلات دي عامه. كده خلاص الرز اتشرب هوطي عليه.
بصوا بقى كده خلاص الشاورما معايا استوت اهيت، والخضار دبل فيها، والرز كمان كان استوى. يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا اهو. اول حاجه هنحطها، نفرد بس العيش في الارضيه ونحط عليها رز كاننا بنعمل الفته المصري بتاعتنا عادي خالص. والورق اللورا كده نشيله اول ما يقابلنا، ونظبط كده الشكل عشان العين بتاكل قبل البق طبعا. واهم حاجه تدعموني باللايك، زي ما قلت لكم الريتش بتاع القناه وقع، عايزين بقى نعليه. ونحط كده بقى الشاورما في النص، نفردها كده، نوزع بقى عيش كده في الجناب. عايزه اقول لكم يعني طعمها تحفه بجد والله، مع صوص التوميه كمان بجد رهيبه. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم يعني لوحه فنيه فعلا. يلا اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واستنوني في وصفه جديده من وصفات لومه، واشوفوا الشوكه على الف خير.